هتصدقوني لو قلتلكم ان دي اجمد صينية فراخ بالبطاطس بجد. هتدوقوها تحفة، وشايفين لونها خطير ازاي من غير ولا طماطمايه واحدة خالص، ومن غير سمنة كمان. النهاردة هنعملها بالثوم والليمون، طعمها في حتة تانية وريحتها كمان هتعجبكم جدا. شايفين اللحمة دايبة ازاي؟ بصوا ما شاء الله. يلا بسم الله. اول حاجة معانا الفراخ، هنستخدم هنا الاوراق. هنبدأ نقسم الورك نصين ونروح نغسلهم حلو جدا، ونبدأ نجهز التتبيلة. معلقة من الثوم المهروس، معلقتين من الصلصة، وليمونتين كبار او 4 ليمونات صغيرين. نعصر الليمون كله، وربع معلقة من العسل الحار او هريسة الشطة، عليهم معلقة كبيرة من العسل الاسود، معلقتين من توابل المشويات، ملح، فلفل اسمر، بابريكا، شوية من الكركم، وبس كده. وبعدين ننزل بقى بالسوائل، ربع كوباية مية وربع كوباية زيت ومعلقة كبيرة من الخل. هنقلب الكلام ده كله مع بعضه حلو جدا، وننزل بالفراخ بتاعتنا في التتبيلة دي، وننقعها ساعتين 3 4 تبات ليلة. يعني كل ما تتنقع كل ما هتشرب منها، وطعم الفراخ بتاعك هيبقى تحفة. بس لازم نغطي الفراخ كلها من التتبيلة زي ما احنا شايفين. ندخلها بقى التلاجة ونسيبها اطول وقت ممكن. نروح نجهز بقى بقية الصينية. هنجيب البطاطس بتاعتنا ونبدأ نقطعها حلقات، يعني حلقات يعني متوسطة او اقل من المتوسطة شوية. هوريكم سمك الحلقات بالظبط كده زي ما احنا شايفين. ده السمك اللي احنا عايزينه بالظبط. هنحطه بقى في الصينيه، ونبدا نجيب بصلايه متوسطه ونقطعها حلقات برضو متوسطه، ونبدا برضو نرصها فوق البطاطس، وعليهم فلفلتين 3 كده متقطعين حلقات برضو. ونبدا نبهر ملح، فلفل اسمر، ومعلقه صغيره من القرفه. ونبدأ نجيب بقى الفراخ بتاعتنا ونرصها فوق الصينية بتاعتنا. وبقيت بقى التتبيلة هندلقها على الفراخ بالبطاطس والبصل. واخر تريك بقى اللي هتغير الطعم والريحة تماما، هنجيب شرايح من الليمون ونرصها في نص الصينية كده. يعني دي ليمونة متقطعة شرايح، مش قادرة اقول لكم بتفرق في طعمها وريحتها قد ايه. وبس خلاص كده خلصت الصينية معانا. هنغطيها بورق فويل وندخلها فرن سخن جدا جدا، شغل فوق وتحت، بس لازم ورق الفويل او غطا علشان احنا مش عايزينها تنشف بسرعة. ومن غير ما نحط لها ميه خالص، هي هتنزل ميتها عشان متغطيه. وبقى اول ما تستوي هنشيل الورق الفويل ونديها وش تحمير حلو كده، مش تحمير جامد، تحميره حلوه كده متوسطه. وكله اجمد صينيه بطاطس بالفراخ بجد، طعم مختلف تماما ومميز بجد بدون مبالغة. بعد الوصفة دي هتحسوا ان انتوا كلتوا صينية بطاطس بالفراخ مختلفة خالص خالص عن اللي بناكلها. وما فيهاش طماطم خالص، يعني كأنها معمولة بالطماطم، هي ما فيهاش طماطم نهائي. شايفين التحفة؟ مش عايزة اقول لكم بقى البطاطس مستوية ودايبة بجد تحفة، والفراخ كمان دايبة دوب خطيرة. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، ونورتوني. باي باي.